المملكة العربية السعودية. أهلا بكم. جولة حول العالم. المملكة العربية السعودية مهد الإسلام وبلاد العطاء. دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة. ففي قلب الجزيرة العربية، حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتسطر الحكايات على رمال لا تنام، بدأت قصة المملكة العربية السعودية على أرض شامخة عرفت بألقاب تجسد عظمتها. إنها مهد الإسلام وأرض الحرمين الشريفين وبلاد الخير والعطاء. صقر الجزيرة. في عام 1902 دخل شاب طموح الرياض حاملا الأمل والسيف. إنه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. بدأ رحلة توحيد الجزيرة العربية قبيلة تلو الأخرى بالحكمة والإيمان، واضعا أمامه رؤية مستقبلية لدولة كبيرة تليق بما تحويه من مقدسات دينية، فهي أرض الحرمين الشريفين. حتى أعلن في 23 من سبتمبر عام 1932 توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، ليبدأ عهدا جديدا من البناء والتنمية. وتغير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، واعتمد علم الدولة بشكله الجديد الأخضر مع الشهادة والسيف ليعبر عن الهوية الإسلامية والوطنية للدولة الجديدة. مسيرة البناء والعطاء. من طيب النبوة في المدينة إلى نهضة الرياض الحديثة، مرت المملكة بمراحل عظيمة حمل رايتها رجال صنعوا التاريخ، ملوك قادوا البلاد من التأسيس إلى الريادة، ومن التوحيد إلى التمكين. شهدت المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الحديث عددا من الملوك الذين شكلوا ملامح الدولة، كل منهم أضاف فصلا جديدا في قصة الوطن. الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، المؤسس والباني، موحد أرجاء الجزيرة تحت راية واحدة عام 1932، رجل السيف والكلمة. الملك سعود بن عبد العزيز أول من تولى الحكم بعد المؤسس، قاد مسيرة التعليم والتنمية في بدايتها. الملك فيصل بن عبد العزيز، رجل السياسة والحكمة، عرف بمواقفه الحازمة دوليا وبنهضته الاقتصادية. الملك خالد بن عبد العزيز، رمز الهدوء والاستقرار، شهدت المملكة في عهده ازدهارا اقتصاديا لافتا. الملك فهد بن عبد العزيز، ملك الحزم، قاد المملكة في عصر التحولات الكبرى وأطلق رؤية التعليم والتقنية. الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك الإنسانية، رسخ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وعرف بمبادراته للسلام. الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الحكيم، صاحب الرؤية الشاملة وعراب التحول الوطني، في عهده انطلقت رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعد الملك سلمان ثالث ملوك الدولة الذين يحملون لقب خادم الحرمين الشريفين، الذي حمله من قبله كل من شقيقه
الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وأخيه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز. في عام 2015 تولى الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، وجاءت رؤية السعودية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعكس طموحا غير مسبوق في تنويع الاقتصاد وتمكين الشباب والمرأة والتحول الرقمي. في عهده انطلقت رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وفتح آفاق جديدة للشباب والشابات في مجالات الابتكار والثقافة والترفيه والسياحة. كما شهدت المملكة مشاريع عملاقة مثل نيوم، المدينة الذكية التي تمثل مستقبل التطوير والتقنية، وتوسعة الحرمين الشريفين، وتحديث شبكات الطرق والمطارات. الملك سلمان بخبرته الممتدة لأكثر من 50 عاما في العمل العام قاد المملكة نحو مستقبل مزدهر، وجعل من الحلم واقعا ومن الرؤية إنجازا. وطن يجمع الأصالة والطموح. وطن يجمع الأصالة والطموح. تمثل المملكة العربية السعودية اليوم نموذجا للتوازن بين الأصالة والتراث من جهة، والتحديث والانفتاح من جهة أخرى، وهي تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق بقيادة رشيدة وطموح لا يعرف الحدود. تقف المملكة العربية السعودية اليوم ليس فقط كدولة ذات ثقل إقليمي، بل كقوة عالمية صاعدة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل دون أن تتخلى عن إرثها العريق. لم تعد المملكة العربية السعودية مجرد دولة نفطية أو قبلة دينية فحسب، بل باتت مثالا لدولة تمزج بين الأصالة والتجديد، بين الإيمان والتقنية، وبين الصحراء والمستقبل. إنها قصة أمة تصنع التاريخ من جديد، وتكتب فصلا عالميا لا ينسى. انتهت حلقة اليوم من جولة حول العالم، فكرة أعدها وأشرف على تنفيذها محمد فتح الشريف، شارك في الإعداد حنف الفقي، تعليق صوتي سامح رجب، إخراج محمد أمين، إنتاج مركز العرب للأبحاث والدراسات.